طلاب تانية ثانوي الجمال، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب عندنا مراجعة شهر مارس بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب يا مستر، هو امتحان شهر مارس هيجي لنا على ايه؟ معظم المحافظات يا أولاد وطبقا للخريطة الزمنية وتوزيعة المنهج هيجي لنا مصر منذ قيام الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة، هيجي لنا الدولة الطولونية والدولة الإرشيدية، هيجي لنا كمان بعض المحافظات مقدمة الدولة الفاطمية، لكن معظم مصر هتوصل لحد الدولة الطولونية والإرشيدية. الفايل اللي أنا بعته لحضرتك اللي موجود على المنصة فيه PDF، موجود الدرسين وموجود كمان مقدمة الدولة الفاطمية عشان مفيش أي حاجة تقع مننا. عايزين نصلي بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف مراجعة الدرسين ومقدمة الدولة الفاطمية عشان نبقى احنا في السيف سايد، لكن كل المحافظات ومعظمها هيجي لحد الدولة الإرشيدية. الأول صلوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا ورايا: اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب ما شئت سهلا. أبطال تانية ثانوي، نبتدي بالدرس الأول. أول جزئية أنا مقسمها لك كنواتج تعلم وإزاي لما السؤال يجي حضرتك تعرف تجاوب. بيقول لي يا أولاد هنا أحوال مصر في العصر الروماني. بيقول لك الأول: تم تطبيق مفهوم عدم الفصل بين السلطات. يعني إيه يا أولاد عدم الفصل بين السلطات؟ يعني الجمع بين السلطات، يعني الحاكم الكومبو اللي بيبقى في إيديه كل شؤون البلاد. حاكم مصر الروماني كان يجمع ما بين الشؤون المالية والإدارية والقضائية. يبقى أول جزئية هنا: لم تعرف مصر في ظل الحكم الروماني مبدأ الفصل بين السلطات. أمال كان مبدأ إيه؟ الجمع بين السلطات. طيب يا أولاد، الجزئية رقم 2 بيقول لك: فقد المصريين حريتهم الدينية والسياسية. كلنا عارفين، ودليل على كده بيان بنيامين قس كنيسة الإسكندرية اللي كان مختفي عن الأنظار لمدة 13 سنة طوال الحكم الروماني ولم يعد إلا مع الفتح الإسلامي. تمثل مصر أمن قومي للرومان بتوفير شحنة القمح اليومية، طبعا وسميناها شحنة القمح السعيد، وهنا حققنا الأمن الغذائي للشعب الروماني وللجيش الروماني. طيب البداية معا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. يرجع بداية التفكير في نشر الإسلام في مصر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أول من فكر في فتح مصر كان الرسول صلى الله عليه وسلم شباب سنة تانية ثانوي بعد صلح الحديبية، حيث أرسل الرسول كتابا إلى المقوقس حاكم مصر يدعوه فيه الإسلام عقب صلح الحديبية عن طريق المراسلات. ده يؤكد أهمية مصر بالنسبة للمسلمين، عالمية الدعوة الإسلامية. ولما يجي يقول لك أراد الرسول من فتح مصر، طبعا أي فتح هو نشر للدين الإسلامي، سبب ديني، وأهمية ومكانة مصر إن فتح مصر ستكون سندا وعونا وقوة للمسلمين. وده بيؤكد على مر العصور قوة مصر بالنسبة للدولة الإسلامية. عوامل فتح مصر: العامل التاريخي ارتبط بالنشاط الاقتصادي. طبعا احنا كنا بنوصل عن طريق شبه الجزيرة العربية وبنوصل لشبه الجزيرة العربية عن طريق شبه جزيرة سيناء. العامل الحربي ارتبط بالدوافع الأمنية لحماية بلاد الشام ومقر الخلافة في المدينة النبوية. وعايز أقف هنا يا أولاد عند العامل الحربي عشان لو جاب لي السؤال على خريطة عايز حضرتك تركز معايا بيجيب السؤال إزاي. هو إيه هنا أهمية فتح مصر بالنسبة للمسلمين؟ لو أنا جيت أرسم خريطة يا أولاد لشبه الجزيرة العربية وعايز أشوف مصر تمثل إيه فتحها بالنسبة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت، هلاقي إن مصر إيه؟ وهلاقي إن المسلمين فتحوا الشام وفتحوا فلسطين، والاتنين كانوا تابعين للرومان. ومصر أيضا لو علمنا على مصر تابعة للحكم الروماني. فطبيعي جدا لو أنت ماشي في الشارع وأنا أخدت منك الفانوس اللي قصادك ده والفانوس ده بتاعك، انت هتفكر تسترده. امتى الفانوس ده هيبقى في امان بالنسبه لي؟ لما انا امشيك من الشارع خالص. وجود الرومان هنا يا اولاد في مصر هيفضل قلق للمسلمين عشان فتوحاتهم في الشام وفلسطين، وايضا عن طريق مصر ممكن الرومان يفكروا يستخدموا البحر الاحمر
في ضرب المدينة النبوية. يبقى هنا العامل الحربي إن أنا عايز أأمن فتوحاتي في الشام وفلسطين من الرومان اللي موجودين في مصر، وإن أنا عايز أأمن المدينة النبوية. طيب نرجع ونكمل شغلنا. العامل الديني ارتبط بنشر الدعوة الإسلامية وتصبح مصر سندا قويا للمسلمين، وكلنا عارفين أهمية مصر بالنسبة للدولة الإسلامية. طيب مراحل فتح مصر. هم تحركوا من قيصرية قاعدة المسلمين لفتح مصر في فلسطين. العريش أول المدن المصرية ودخلوها سلما، كاتب لك كل حاجة. الفرمة لو تفتكر أول اشتباك وأول مواجهة عسكرية ما بين قوات المسلمين عمرو بن العاص وقوات المقوقس حاكم مصر. طيب بالبيس تغيير عمرو بن العاص خط السير، بدل ما يمشي من بورسعيد وعلى البحر المتوسط، لا سلك الطريق الصحراوي عشان يشتغل على نقطة قوته الطرق الصحراوية، ويشتغل على نقطة ضعف الرومان الطرق الصحراوية، لإدراكه أن الرومان لا يجيدون حرب الصحراء. هنا استخدم المناورة العسكرية، هنا تغيير استراتيجي، هنا دهاء عسكري. حصن بابليون بادر الخليفة عمر بن الخطاب إلى تحقيق طلب عمرو بن العاص قائلا: إني قد أمددتك ب4000 رجل. عمرو بن العاص لما بعت لعمر بن الخطاب قال له عايز مدد، الخليفة عمر بن الخطاب قال له أنا بعت لك 4000 رجل، كل رجل منهم ب1000 رجل بمقام ال1000، تؤكد المقولة السابقة على الكفاءة العسكرية للقادة العسكريين. أنت معاك 4000 بني آدم بس كل واحد منهم ب1000. طيب المدد اللي أرسله عمر بن الخطاب دورا حاسما في فتح مصر، حيث ساهم هذا المدد في إحكام حصار المسلمين على حصن بابليون، واستمر الحصار مدة 7 أشهر. وكان الزبير بن العوام أحد قادة المدد الفضل في اقتحام الحصن وفتحه. كلنا عارفين إن الزبير بن العوام صعد أعلى الحصن وردد وكبر، فالمسلمين كبروا، فهنا دب الخوف في قلوب الرومان وتركوا الحصن. وجه الارتباط بين فتح الشام وفتح مصر، خدوا مع بالكم. فتح مصر هو تأمين لفتوحات الشام وفلسطين من ناحية الجنوب الغربي، وتأمين للمدينة النبوية من ناحية بحر القنصة والبحر الأحمر، ومن هجمات الروم المتوقعة على المسلمين، ولسه شارحينها يا أولاد على الخريطة. أهمية مصر بالنسبة للعرب والمسلمين بعد عملية الفتح: سندا قويا للمسلمين من الناحية العسكرية، أعجز جنودها عن القتال، يعني قدرتهم على القتال، إعداد وتجهيز الجيوش البرية. طب الأساطيل البحرية، خبرة أهل مصر لأنهم اتعاملوا مع الرومان، والرومان ملوك البحر، فإحنا أخذنا منهم خبرة بحرية، فبعد كده نقف ونصبرت الدولة الإسلامية في تجهيز الأساطيل. تأمين حدود الدولة الإسلامية الغربية، لما هناخد مصر كشبه جزيرة عربية وافتحوا مصر كده أمن حدوده الغربية، كده يساهم في قوة الجيش بريا وقوة الجيش في إعداد الأساطيل. عامل رمادة يؤكد قوة مصر اقتصاديا. عامل رمادة اللي الخليفة عمر بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص وقال له يا غوثاه يا غوثاه أنا أهلك أنا ومن معي، وعمرو بن العاص رد عليه وقال له بعت لك بعير أولها عندك وآخرها عندي، لقد بعثت إليك بعيرا أولها عندك وآخرها عندي. دوافع المقوقس للتفاوض مع العرب المسلمين: طول وشدة حصار المسلمين لحصن بابليون طبعا، واستخباراتي، وعلمني على النقطة دي، للاطلاع على حالة الجيش الإسلامي. لما يجيب لك إن المقوقس كان راجل ذكي في فكرة إنه كان عايز يتفاوض، فكرة الاطلاع أو فكرة الحركة الاستخباراتية عشان يعرف مدى كفاءة الجيش الإسلامي. علاقة حفر خليج طهران وأوضاع مصر الاقتصادية. لو أنا كملت واشتغلت على خليج طهران وبصيت هنا على الخريطة اللي قصاد حضرتك، خليج طهران ده بيربط في مصر. لو أنا هنا عملت خريطة لمصر يا شباب عشان حضرتك ما تسرحش مني بعد إذن سيادتك، إيه أهمية خليج طهران؟ وإعادة حفر اللي سمي بخليج أمير المؤمنين في عهد عمرو بن العاص، ودايما بيجي في الامتحانات. خليج طهران، أنا هجزر أهو البحر الأحمر، الجزء ده كده يا أولاد شبه الجزيرة العربية. طب خليج طهران يا أولاد هو الخليج ده رابط النهر النيل بالبحر الأحمر، فده هينشط التجارة ما بين الفسطاط
ومنطقة الحجاز اللي هي شبه الجزيرة العربية. نرجع ونبص على خليج طهران. إعادة حفر خليج طهران اللي هو خليج أمير المؤمنين أدى زي ما قلنا دلوقتي على الخريطة لازدهار الفسطاط، انتعاش حركة التجارة بعد أن جرت السفن في خليج أمير المؤمنين ووصلت إلى الحجاز محملة بالغلال والبضائع وأنواع الطعام، مما أدى إلى ازدهار أوضاع مصر الاقتصادية ويعود إلى جهود أجداد المصريين. خدوا بالكم إن ده في قديما كان يطلق عليه قناة سيزوستريس، أيام الرومان كان يطلق عليه خليج طهران، أيام الفتح الإسلامي كان اسمه خليج أمير المؤمنين. مؤتمر الجابية مؤتمرا عسكريا ارتبطت أهميته بإيه؟ بفتح بيت المقدس وتشاور المسلمون في فتح مصر. والجابية هي مدينة في جنوب الشام، خطوة أولى اتجاه أفريقيا، لأن مصر هي بوابة أفريقيا وبوابة شمال أفريقيا. فقدم عمرو بن العاص معلومات قيمة عن أهمية فتح مصر. طيب، ليه لاحظ وجود ولاة عرب قليلين في العصر العباسي؟ بسبب اعتماد الدولة العباسية على عناصر غير عربية. العصر العباسي الأول قام على أكتاف الفرس أبو مسلم الخراساني، والعصر العباسي الثاني قام على إيد الولاة الأتراك. دور استغلال البيئة التي نشأ فيها المسلمون، ده سؤال مهم أوي أوي أوي. بيئة المسلمون بيئة صحراوية، وده يؤكد لك إن أكتر طريق آمن أثناء حملة المسلمون لفتح مصر هو الطريق من الفرمة إلى بلبيس، لأن عمرو بن العاص يا أولاد سلك الطريق الصحراوي. كان الرومان قليل الخبرة بحرب الصحراء، وذلك في سيرة من الفرمة إلى بلبيس عن طريق الصحراء الشرقية. طيب، توقع في حالة موافقة هرقل على طلب الصلح ما بين عمرو والمقوقس، طبعا قادة الرومان كلهم توقفوا عن قتال المسلمين، دفع الرومان الجزية للمسلمون، وحصل الرومان على حق تملك الأراضي. خدوا بالكم، المفاوضات الوحيدة اللي أعطت للرومان حق تملك الأراضي هي مفاوضات حصن بابليون عبادة بن الصامت مع المقوقس، لكن شروط صلح الإسكندرية ما كانش ليهم الحق في تملك الأراضي. خد بالك قوي من الحتة دي. عهد الأمان اللي أطلقه عمرو بن العاص على فتح مصر شعر المسلمون بسماحة الإسلام، وقلت لك البطريرك بنيامين طلع من مخبأه بعد ما كان مستخبي لمدة 13 سنة. أثر سياسة الإقطاع. قلت لكم سياسة الإقطاع ونتيجة لاتساع مساحة الدولة العباسية، وإن الخليفة العباسي يا أولاد قاعد في بغداد مش قادر يسيطر على كل المدن والدول التابعة للدولة العباسية، فيعمل إيه؟ يجي يقول لي خد يد يا أحمد يا حسين، تعال أنا هديك حكم مصر، هديك إقطاع لحكم مصر، هتديني فلوس وهتحلف وتدعي باسمي على منابر مساجد مصر. انا كاحمد حسين كسول تركي هقعد في بغداد زي ما انا، وهعمل ايه؟ هعين ابن اختي، هعين اخويا، هعين واحد قريبي، واقول له هتروح تدعي باسمي وباسم الخليفه العباسي وتبعت لي الفلوس وانا ابعت للخليفه العباسي. دي سياسه الاقطاع. ده زي ما جه احمد بن طولون جعل القاده الاتراك يؤصلون البقاء في عاصمه الخلافه. يعني ايه يؤصلون البقاء في عاصمه الخلافه يا اولاد؟ يعني بيفضلوا البقاء فين؟ في عاصمه الخلافه في بغداد، ويستخلفون من يقوم بالامر نيابه عنهم. انا احمد اقول لواحد قريبي روح. وسيطر الولاة الاتراك على مصر بعد ان دب الضعف في مركز الخلافه، وظلت مصر تابعه للخلافه العباسيه من الناحيه الدينيه فقط، سواء في عصر الدولة الطولونية أو الإخشيدية. لكن انتهاء حكم مصر للدولة العباسية لما دخلت الدولة الفاطمية، لأن الصراع بين الفاطميين والعباسيين هو صراع سياسي ومذهبي ديني، الفاطميين شيعة والعباسيين سنة. أثر إعادة حفر قناة أو حفر قناة طهران خليج أمير المؤمنين ازدهار مدينة الفسطاط، ازدهار حركة التجارة بالفسطاط، سرعة الوصول إلى الحجاز. يستغل اتجاه العرب المسلمون دخول مصر من جهة البر. قلنا عدم امتلاك الدولة الإسلامية أسطول حربي وقلة الخبرة البحرية عند المسلمون. الأوضاع الاقتصادية زمن عبد العزيز بن مروان اهتم بالزراعة وبنى مقياسا للنيل، وده يؤكد على تمتعه بصفة العدل. ليه يا مستر مقياس النيل عدل؟ ركز معايا يا حبيبي. مقياس النيل عامل زي المسطرة، بتقيس منسوب المية في النيل، فمنسوب الميه لما يزيد المقياس يقول ان في ميه كتير، لما الميه تبقى كتير الزرع يبقى كتير فالفلاح يزرع كتير،
فالخير يبقى كتير، فهنا يفرض عليه ضرائب كتير. لكن المقياس لو قال ان الميه قليله معناه الزرع هيقل، معناه الانتاج هيقل، معناه الفلوس هتقل، فيفرض عليه ضرائب قليله. فهمنا مقياس النيل اللي عمله عبد العزيز بن مروان؟ طيب، عمل قنطره على خليج امير المؤمنين بطرف الفسطاط، فهنا يتشابه مع عمرو بن العاص في إقامة المشروعات المائية. عمرو بن العاص عمل خليج أمير المؤمنين، وهنا الأخ ده عمل قنطرة على خليج أمير المؤمنين اللي هو عبد العزيز بن مروان. عمل تعمير مساجد وبساتين ومباني لعامل اجتماعي. وقول لي كده، في التعمير يتشابه مع مين من ملوك الدولة الفاطمية؟ اكتب لي كده لحد ما نيجي نراجع. الهدف الأساسي من وراء بناء عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ليس قوة البحرية الرومانية ولا ضعف البحرية الإسلامية ولا منافسة الإسكندرية، قريبة من مقر الخلافة. اشتغل دايما في العواصم على العامل السياسي. طب ما تيجي ناخد كل العواصم يا أولاد اللي أخدناها في المنهج لحد الآن. احنا أخدنا الرومان اتخذوا مدينة ايه يا اولاد؟ قولوا ورايا. اسكندرية يا مستر، الله يبارك لكم يا اولاد. عمرو بن العاص والفتح الاسلامي اخذ مدينة ايه يا اولاد؟ عاصمة الفسطاط يا مستر، وحوش يا اولاد. عبد العزيز بن مروان يا شباب اخذ مدينة ايه عاصمة؟ اخذ مدينة حلوان يا مستر، الله ينور يا اولاد. بعد عبد العزيز بن مروان جه احمد بن طولون. احمد بن طولون اخذ مدينة ايه يا مستر؟ اخذ مدينة القطائع يا شباب، صح كده. ثم محمد بن طغي اليخشيري. محمد بن طغي اخذ مدينه ايه؟ العسكر. ثم جوهر الصقلي. جوهر الصقلي اخذ مدينه ايه؟ هتقول لي القاهره. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، وقلنا جوهر الصقلي ده راجل بتاع كنافه. طيب، ساهم في ازدهار التجاره بين مصر والحجاز. ازدهار التجاره، ازدهار حفر خليج امير المؤمنين. هل هو بناء قنطره على خليج امير المؤمنين؟ لا، مش بناء القنطره، هو الحفر. تطهير البحر الاحمر من القرصنه؟ لا. بناء اسطول البحر؟ لا. هو تطوير جهود اجدادنا المصريين، يقصد اللي احنا قعدنا حفر قناه سيزو استريس. يلا اشتغل معانا. ظهر الدور المؤثر للعنصر الفارسي خلال عصر الخلافه العباسيه. قامت الدوله العباسيه على اكتاف الفرس. ابو مسلم الخراساني اللي انهى الدوله الامويه، انهاء الخلافه الامويه. طبق العرب المسلمون مبدأ المساواة من خلال اختيار الرسل والسفراء. يعني عبادة بن الصامت كان رجل شديد السواد شديد الطول، ولكن قال المسلمون أثناء المفاوضات مع المقوقس إنه المقدم علينا، وإنه أميرنا، وإنه أكثرنا علما. معناها إن مفيش فرق لا في اللون ولا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. الهدف الدفين من وراء إرسال المقوقس رسل التفاوض مع عمرو بن العاص، قلنا هنا هدف الدفين من المقوقس هدف استخباراتي. إيه هو الهدف الاستخباراتي؟ جمع المعلومات عن جيش المسلمين. ظهر تأثر العرب المسلمين بالبيئة الصحراوية في معركة بلبيس. طبعا كانت سياسة الإقطاع التي طبقها الخلفاء العباسيين سببا رئيسي يا أولاد، أنت عارف أكتر مني، في ظهور ما يسمى باسم الدول المستقلة. كان حرص عمرو بن العاص من نجاح فتح مصر على اعتماده على قوة الجند يا أولاد، اعتماده على قوة الجند. أنت معاك رجل ب1000 رجل. تم فتح الإسكندرية عن طريق أي أوجه الفتوحات الإسلامية؟ عن طريق المناورات، الدخول في الإسلام، القتال، دفع الجزية. طيب كمل معاك. الدرس الثاني، مصر في زمن الطولونيين والإرشيديين. احنا كده راجعنا معظم الأسئلة اللي ممكن يناقشنا فيها، وحلينا كتير قوي 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 على أول درس، وكنا حالين في المحاضرات. أثر ضعف الخلافة العباسية في العصر العباسي الثاني. القادة الأتراك سيطروا على أمور الدولة، وبدأت تظهر عندهم النزاعات الانفصالية مع ظهور سياسة الإقطاع. دايما قلت لك عمري ما هفكر أطمع فيك إلا ما حضرتك هتكون ضعيف. طول ما أنت قوي عمري ما أطمع فيك. ساهم في ذلك عوامل اقتصادية، لكن العامل الرئيسي اللي أدى لظهور الدول المستقلة، تاني، العامل الرئيسي اللي أدى لظهور الدول المستقلة هو ضعف السلطة المركزية في بغداد، ضعف الخلفاء العباسيين. في عوامل شجعت، بس ده العامل الرئيسي. العامل الرئيسي
اقتصادية، قوة مصر، شفنا قوة مصر الاقتصادية في عامل رمادة. جغرافية، موقع مصر الجغرافي. اجتماعية، شعب طيب مش عايز غير ياكل ويشرب وغلبان. حكم أحمد بن طولون، جاء نائبا عن زوج أمه بيكباك التركي، وبعد وفاة بيكباك تولى يرجوخ. يرجوخ يعتبر صهر أحمد بن طولون، عينه حاكم على مصر، يبقى ارتبط وصوله لمصر بالروابط الاجتماعية. استعان بأهل الخبرة والشورى والنصح والإرشاد لما قرب منه الشعب المصري. اعتمد على مهارته السياسية وحكمته. ثبت دعائم حكمه مستفيدا من الاضطرابات الداخلية في الدولة العباسية. عامل مساعد، مد نفوذه جهة الشمال الشرقي الشام، ووصل إلى منطقة الصغور. وأول ما تشوف منطقة الصغور هي أكبر خطر على الدولة الإسلامية، عشان دي الحدود والتخوم بيننا وبين الدولة البيزنطية. يبقى الصغور لما يجي يقول لك الدولة البيزنطية مثلت قوة للدولة العباسية في إيه؟ في مواجهة الخطر البيزنطي، لأن هي وصلت للصغور. وهنا وصوله للصغور يتساوي مع معاوية بن أبي سفيان الترم الأولاني اللي وصل للصغور وعمل الصوائف والشواذ. أرسى قيمة المواطنة والتسامح الديني وحرية المعتقد بإعادة بناء كنيسة السيدة مريم في الشام، اللي عارف إن هي اتحرقت، وطلع 70,000 دينار من ماله الخاص لإعادة بناء الكنيسة، وكل من تضرر. لم يعلن استقلاله كاملا لإيمانه بدولة الخلافة الإسلامية، يعني التبعية هنا كانت تبعية للخلافة العباسية في عهد الدولة الطولونية، تبعية دينية. طيب، عصر خمروي. ظن الدولة العباسية أن خمروي ده عيل هيتيا، حكم بعد ابو احمد بن طولون، فانا كخليفه عباسي هبعت جيش هيقضي على خمروي. بس خاب ظن الخلافه العباسيه بهزيمتها على يد خمروي عندما حاولت اعاده مصر بعد وفاه احمد بن طولون. وصار خمروي على خطى ابيه بالارتباط بالدوله العباسيه بعلاقات اجتماعيه مصاهره لما زوج ابنته قطر الندى للخليفه العباسي. استخدام المصاهره والنقطة الاجتماعية في تقوية العلاقات، فكتب له الخليفة العباسي حكم مصر له ولأولاده وهو الشام لمدة 30 سنة. محمد بن طغي الإخشيدي يا وحوش اعتمد على مهارته العسكرية في الوصول لحكم مصر. صد الخطر القادم من الغرب اللي هي الدولة الفاطمية، اللي هم الخطر القادم من الدولة الفاطمية اللي هي جهة الغرب. كلنا عارفين إن الدولة الفاطمية جاية من المغرب. الإخشيد لقب أطلقوا عليه الخليفة العباسي ملك الملوك لوصوله أنباء إن الراجل ده أمن قافلة من الحجاج. طيب، قوته العسكرية كانت فشل في الدولة العباسية في استرجاع مصر. جمع ما بين العلم والحنكة السياسية والتواضع والإخلاص. هنا بتكلم عن كافور الإخشيد، بتكلم عن كافور الإخشيد. كان عنده علم وعنده حنكة سياسية وتواضع وإخلاص. احتفظ بلقب الأستاذ، وده يدل أنه مخلص لعمله. علمته وحنكه السياسية خلت الدولة العباسية تفشل في استعادة مصر في عهده، وفضل لقب الأستاذ لتقدير قيمة العلم، وأول من ربط العلم بالسياسة. سقوط الدولة الطولونية والدولة الإرشادية بسبب عوامل مشتركة. في الدولة الطولونية ضعف الولاة بعد وفاة خمروي، في الدولة الإرشادية ضعف الولاة بعد وفاة كفور الإرشيد. صراعات داخلية، تغيير وضع مصر السياسي، والاثنين عوامل مشتركة. أوضاع البيت الطولوني بعد وفاة خمروي، كثرة المنازعات والصراعات بين أبناء البيت الطولوني، تدخل الجند والموالي والغلمان في الشؤون الداخلية للدولة الطولونية. طيب، سمات شخصية أحمد بن طولون بعد دخوله دمشق. قلنا تسامح ديني، قلنا مبدأ المواطنة، قلنا مبدأ التعايش مع الآخر في إعادة بناء كنيسة مريم. مهارات محمد بن طغي الإخشيدي، تصدى للجيش الفاطمي اللي جاي من جهة الغرب جهة المغرب، وأمن طريق الحجاج. فوصل الأمر للخليفة العباسي فأطلق عليه لقب الإخشيد، وهي لقب ملك الملوك في فرغانة بلاد ما وراء النهر، وده دليل على تأثر العباسيين بالفرس. زواج قطر الندى ابنة خمروي من الخليفة العباسي المعتضد كان زواجا سياسيا، وضمن الخليفة العباسي المعتضد ولاء خمروي له
واستمر نفوذ خمراوي على حكم مصر والشام. ايه الاختلاف يا اولاد بين اسلوب احمد بن طولون وابنه خمراوي؟ احمد بن طولون اعتمد في حكمه على التقرب من المصريين والاستعانه بهم في الحكم فالف قلوب الناس، لكن خمراوي اعتمد على بقائه في الحكم على تدعيم علاقته بالخليفه العباسي ومصاهرته فزوج ابنته قطر الندى. لما توفى يرجوخ الخليفه العباسي قال لاحمد بن طولون تسلم من نفسك لنفسك، لان احمد بن طولون اثبت كفاءه اداريه لما كان نائب عن بايكباك ونائب عن يرجوخ. تولى احمد بن طولون بعد وفاه يرجوخ حكم مصر بشكل مباشر وسعى لاستقلال مصر مع تبعيته للدوله العباسيه التبعيه الدينيه زي قلنا، وده كان بدايه ظهور الدول المستقله. يبقى بدأت ظهور الدول المستقله حينما ولاه الخليفه العباسي بشكل مباشر وقال له تسلم من نفسك لنفسك. السبب الذي كان يحول دون دخول جوهر الصقل لمصر قوة حكم الإرشيديين لمين؟ لمصر، اللي هو كافور الحاكم الفعلي في ظل القاسم أناجور. ده ضبط أمور البلاد وأقر الأمن سواء بمصر والشام والسيطرة على مقاليد الحكم. أراجع مقدمة الدولة الفاطمية وراجع الدولة الفاطمية عشان لو بعض المحافظات جه فيها أسئلة عن الفاطميين. الفاطميين اهتموا بفتح مصر، طبعا موارد مصر الاقتصادية ده عامل، بس العامل الرئيسي هو موقع مصر الجغرافي. الفاطميين هنا في الغرب، انا عن طريق موقع مصر اخد المدينه النبويه واسيطر على الحرمين ومكه هنا، اقدر اوصل للشام لان مصر فوقيها هنا الشام، تحتها هنا على يمينك المدينه النبويه ومكه. يبقى هنا نركز موقع مصر الجغرافي للسيطره على مناطق نفوذ عباسيه، تمهيد للسيطره على الحرمين، نشر المذهب الشيعي، ويؤكد تكرار محاولات الفاطميين لفتح مصر. عملوا 3 محاولات لكن تصدى ليهم الدولة الإرشيدية. جوهر الصقلي دخل بعدما هزم الإرشيديين، والشعب المصري ما دخلش معاه في عراق لأن الشعب المصري شعب مسالم ومهادن. وجوهر الصقلي جه بنى مدينة القاهرة وعمل تأسيس لحد ما يجي المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمية بسط نفوذه على المغرب ومصر والشام والحجاز، أكدت ضعف الخلافة العباسية وأن مصر مركز الخلافة الفاطمية. ولازم تعرف أن العلاقة ما بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية هي علاقة خلاف مذهبي ديني وسياسي. تأكيد بناء القاهرة لتكون مقرا للخلافة الفاطمية. يبقى القاهرة لم تكن ولاية فاطمية بل كانت مقرا للحكم الفاطمي. لأول مرة مصر مقر خلافة هيكون في عهد الدولة الفاطمية. طيب، كان يمثل الصراع العباسي الفاطمي على مصر لزعامة العالم الإسلامي وقلب العالم الإسلامي. العزيز بالله، العزيز بالله حركة عمرانية. فاكر دلوقتي وانا براجع عبد العزيز بن مروان لما قلت لك عمرو حلوان يتشابه مع مين؟ مع حكام الدولة الفاطمية. قلت لك فكر ادي العزيز بالله الحركة العمرانية وازدهار الحالة الاقتصادية يساوي عبد العزيز بن مروان في الجزء العمراني. طيب، الحاكم بأمر الله ده كان بني آدم دماغه مفيش خالص، متناقض في شخصيته، ما بين إقدام ما بين إحجام ما بين جبن ما بين شجاعة. واخته ست الملك هي اللي كان ليها دور بارز. يعني الحاكم بأمر الله كان تناقض شخصية. طيب، المستنصر بالله أوج أعلى عصور الخلافة الفاطمية سياسيا وعسكريا. الراجل ده وصل لجنوب أوروبا، وصل إلى صقلية، بيفكرك بهارون الرشيد، بيفكرك بالقائد أسد بن الفرات اللي ينتمي لدولة الأغالبة. الراجل ده أقصى اتساع جغرافي وصلت له الدولة الفاطمية في آسيا وأفريقيا وأوروبا كان في عهد المستنصر بالله. بس عصره كان عصر تناقض، مش هو اللي شخصه متناقض. شوف وصل لجنوب أوروبا وصقلية، ووصل لآسيا راح فين، وصل لأفريقيا سيطر على إيه. لكن حدثت في عهد واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية، الشدة المستنصرية التي تؤكد مبدأ قيم ترشيد الاستهلاك ومواجهة الأزمات. تشابه مع العزيز بالله في التوسع من جهة الشرق. سقوط الخلافة الفاطمية. عصر المستعلي بالله بداية نهاية الخلافة الفاطمية، لأن في عصر المستعلي بالله بدأ تسلط الوزراء،
خدوا بالكم يا أولاد معلومة إسرائيلية، لما حصلت الشدة المستنصرية اللي حلها وزير اسمه بدر الدين الجمالي، وزير أرمني، ومن هنا بدأ نفوذ الوزراء يزيد في الدولة الفاطمية. جه بقى نفوذ الوزراء القشة التي قسمت ظهر البعير وسيطرت على الدولة الفاطمية في عهد المستعلي بالله، وبدأ الوزيرين شاور ودرغام يستعينوا بقوى خارجية. شاور استعان بنور الدين محمود، ودرغام استعان بعموري ملك بيت المقدس. طيب، وطبعا كان مبدأ هنا عدوي صديقي. طبعا عموري ملك بيت المقدس عدو للدولة الفاطمية، ونور الدين محمود عدو للدولة الفاطمية بسبب الخلاف المذهبي. يبقى الصراعات السياسية. عادت الخلافة العباسية مرة أخرى بفضل الأتراك السلاجقة، هم اللي أعادوا للدولة العباسية هيبتها، لأن قبل الأتراك السلاجقة كان في بعض الخلفاء العباسيين بيدعوا للخلفاء الفاطميين على منابر المساجد نظرا لضعفهم. اللي أعاد الهيبة للدولة العباسية هم السلاجقة. ظهر صلاح الدين الأيوبي على مسرح السياسة. طبعا لما نور الدين محمود بعت القوات أسد الدين شيركو، وأسد الدين شيركو جاب ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي. الدروس المستفادة من الشدة المستنصرية: رفع كفاءة أساليب الري، استخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بين الناس للحفاظ على المياه، إقامة المشروعات المختلفة لضبط وتوفير المياه مثل السدود والقناطر. دور العزيز بالله الفاطمي تجاه الأخطار الخارجية. العزيز بالله كان راجل بيعمل توسعات عمرانية، لكن كان ليه دور عسكري مهم. نجح في هزيمة القرامطة في أوائل عهده. قلت لك أول ما تشوف القرامطة اكتب جهة الشمال والشرق، وقلت لك دول شيعية المذهب ومفردها أرموت. توقع تخلى السلاجقة الأتراك عن الخلافة العباسية. لو تخلى السلاجقة الأتراك عن الخلافة العباسية لاستمرت الخطبة على منابر بغداد للخليفة المستنصر بالله الفاطمي، ولا استمر ضعف هيبة الخلافة العباسية، لزاد نفوذ الدولة الفاطمية دينيا وسياسيا. عوامل ساهمت في إنهاء الخلافة الفاطمية: الضعف والتدهور. ده هنا نشيل الخلافة الفاطمية ونحط الدولة الإرشيدية. ده الضعف والتدهور بعد وفاة كافور الإرشيد ولحد ما جه جوهر الصقلي فتح مصر. الاختلاف بين مصر والمغرب كمقر للدولة الفاطمية: المغرب بعيدة عن العالم الإسلامي، لكن مصر قريبة للشام والحجاز، موقع جغرافي استراتيجي، وغنى مصر اقتصاديا. تباينت أوضاع مصر في عهد المستنصر. طبعا كان أعلى قوة عسكرية ووصل لجنوب أوروبا وسيطر على أجزاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا، واستمال القائد العباسي أرسلان البساسيري فعمل له الخطبة على منابر بغداد. وفي نهاية عهده حدثت الشدة المستنصرية، وانتشر مرض الطاعون، وانتشرت المجاعات والأمراض القاتلة. تبددت أحلام عموري ملك بيت المقدس في الصراع ما بين شاور ودرغام لما استعان بيه درغام على يد نور الدين محمود. تمركز قوات نور الدين محمود في مصر. تقلد الخليفة الفاطمي العاضد الوزارة وعين أسد الدين شيركو. الشبه بين المعز لدين الله والمستنصر بالله خارجيا وسياسيا إن الاثنين بسطوا نفوسهم على مصر والشام والحجاز. وصول المعز لمصر جعل مصر مركزا للعالم الإسلامي، وتأكدت أن مصر أصبحت مركز للعالم الإسلامي ومركز للدعوة الفاطمية، وبسط نفوذه وإمامته على المغرب ومصر والشام حتى حلب والحرمين. كده وحوش لما نيجي نبص هنلاقي إن إحنا طحنا حتى التلات دروس. طيب ممكن نحل مع بعض في ملزمتنا؟ ممكن يا مستر نحل مع بعض في ملزمتنا. فاكرين قلت لك التراكمي اللي على الدرس الاول والثاني هنعمل فيهم ايه؟ هنحلهم ايام مراجعه امتحان الشهر. يلا يا اولاد صلوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لي امامك هنا احدى المشروعات التي اقامها اول ولاة مصر تعبر الخريطه المقابله عنه. هنا خليج أمير المؤمنين اتعمل ليه؟ عشان ينشط التجارة ما بين الفسطاط وما بين الحجاز، يبقى تسهيل التجارة مع الحجاز.
من خلال الصورة والخريطة تمثلت أهداف عمرو بن العاص من حفر خليج أمير المؤمنين. هو إيه أهداف عمرو بن العاص؟ إنه يربط الفسطاط بالمدينة المنورة. معاك ملزمتك وراجع وافتح معايا. من خلال الصورة والخريطة ترتب على حفر خليج أمير المؤمنين زيادة أهمية الفسطاط. حفر الخليج ده تنشيط تجارة، يبقى زيادة أهمية الفسطاط الاقتصادية ترتب على حفر الخليج. لكن لو قال لي أهمية مدينة الفسطاط وسكت، أي عاصمة أهميتها سياسية. بيقول لي أصبح العرب في القرن الثالث الهجري لا يتميزون عن أهل البلاد، مما قوى عروبة مصر، أي تعرب المصريون وتمصر العرب. النص السابق يؤكد على الانصهار. الاتنين انصهروا ببعض. طب لو ما فيش انصهار، لو ما فيش ده، يبقى مواطنة. لو دي مش موجودة، اللي بعد يعتبر من أكثر العوامل التي ساعدت المسلمون في فتح حصن بابليون. كثرة عدد الجيش؟ لا. إرسال عمر بن الخطاب للمدد؟ لا. ضعف أسوار حصن بابليون؟ لا. هي مهارة المسلمون في فتح الحصون واستخدام الزبير بن العوام الحيلة والتكبير. الجزء نفسه جاء ترحيب الخليفة العباسي المعتمد بالصلح مع خميني نتيجة لرغبته في تحقيق الاستقرار السياسي لمصر، وحليناها قبل كده. ما أثر الارتباط بين زواج قطر الندى والعلاقة مع الدولة العباسية؟ قوت علاقة خمراوي بالدولة العباسية وتأكد نفوذه على مصر والشام. يرجع رفض كافور التلقب بلقب الأمير طوال فترة حكم أناجور، وصمم على لقب الأستاذ شدة اعتزازه بهذا اللقب. استفادت الدولة العباسية من تولي محمد بن طغى حكم مصر من الناحية العسكرية. ليه الدولة العباسية استفادت من تولي محمد بن طغى من الناحية العسكرية؟ لأنه منع 3 جيوش فاطمية إن هم يخشوا مصر. منع 3 جيوش فاطمية. الفاطميين أرسلوا 3 حملات في عهد محمد بن طغى وتصدى ليهم. يرجع الفضل في وصول محمد بن طغى إلى الحكم إلى طبعا هنا إنه صد هجمات الفاطميين على مصر عام 302. طبعا ارتفاع مكانته عند الخليفة العباسي لما وصل له أمر إنه هو أمن طريق الحجاج. في عصر الولاة ظهرت أهمية مدينة الفسطاط. ظهرت أهمية مدينة الفسطاط. الولاة خليج أمير المؤمنين، يبقى هنا ظهرت أهمية اقتصادية. تدل رسالة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في عام رمضان على بيقول له: يا غوثاء يا غوثاء أغيثونا على شدة الأزمة. بعد عقد مؤتمر الجابية العسكري تحدث عمرو بن العاص على أهمية مصر وما تشكله من ثقل استراتيجي. تدل هذه العبارة على قوتها في القتال والحروب. هنا تمثله من ثقل استراتيجي. ثقل استراتيجي اشتغل على البعد العسكري. تشابه عبد العزيز بن مروان في اهتمامه بمشاريع هندسية، خاصة بالمشاريع المائية والمساجد مع عمرو بن العاص. عمرو بن العاص خليج أمير المؤمنين ومسجد عمرو بن العاص. وأيضا عبد العزيز بن مروان عمل مسجد في حلوان وعمل قنطرة على خليج أمير المؤمنين. قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس. قبل الفتح الإسلامي كانت هناك صلات اجتماعية بين العرب والمصريين. اثبت صحة العبارة. طبعا عن طريق شبه الجزيرة العربية، والعامل التاريخي في هذه الصلات ذمة وصهرا كمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مصر أهل ذمة، يعني أهل ديانة، وصهرا إن الرسول تزوج من السيدة ماريا القبطية. أولى محاولات فتح مصر عسكريا كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. فتحها عسكريا خليفة مين؟ عمر بن الخطاب. لكن أول ما نفكر في فتح مصر كان الرسول صلى الله عليه وسلم. هروب بطريرك الكنيسة المصرية إلى الصحراء بنيامين يدل على الاضطهاد الديني. التناقض في أحوال مصر تحت حكم الرومان وتحت حكم المسلمين يظهر في الأحوال. طبعا هنا في إجابتين ينفعوا: الدينية، لأن ما بقاش في اضطهاد ديني،
والاقتصادية، لأن هنا عفى عن أهل مصر بالضرائب، بس نشتغل رقم واحد على الاقتصادية، لأن هنا التناقض في أحوال مصر مش الشعب. مصر، ركزوا، مصر كدولة مش الشعب. مصر وضعها الاقتصادي ما بقاش منهوب زي أيام الرومان. ظهر تأثير البيئة العربية وعنصر المفاجأة خلال سير عمرو بن العاص، وانت مغمض خلاص عرفت ان هي بالبيس. تقابل عمرو بن العاص مع القوات الهاربة من بلاد الشام لأول مرة عند مدينة الالتقاء الفرمة، هي أول مواجهة عسكرية. أرسل المقوقس مبعوثين للتفاوض مع عمرو بن العاص لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. عايز يطلع على قوة المسلمين، العامل الاستخبارات، فهشيل الاقتصادي وهشيل الديني، مفيش قصادي غير السياسي والعسكري. قيام عمرو بن العاص بإنشاء عاصمة جديدة لمصر يحقق أهداف. طبعا العاصمة الفسطاط سياسية، ولما حفر خليج أمير المؤمنين عملت اقتصادية. بداية ظهور العنصر الفارسي والتركي ضمن التركيبة السياسية والعسكرية، طبعا في عهد الخلافة العباسية، والفارسي عصر عباسي أول والتركي عصر عباسي ثاني. أعاد عمرو بن العاص إحياء مشاريع من زمن الرومان تمثلت في خليج طرجان، أعاد الحفر وسماه خليج أمير المؤمنين. اختلفت الدولة الإرشيدية جغرافيا عن الدولة الطولونية من حيث المساحة، حيث فقدت جزء من الدولة الإرشيدية، فقدت جزء من الغرب. تشابه أحمد بن طولون مع محمد بن طغي الإرشيدي في كل مما يلي، ما عدا الاثنين ما كانوش فيهم حاجة مش متشابهة. الاستفادة من العلاقات الاجتماعية، أحمد بن طولون استفاد، محمد بن طغي الإرشيدي لم يستفد. أي من الولاة التالية أسمائهم لم يحكم مصر بشكل فعلي؟ كافور حكم، الإرشيد حكم، أبي القاسم كان صغير في السن وكان الوصي عليه كافور الإرشيدي. تمكن من كسب ود وحب المصريين، وأنا مغمض الإرشيد، ولو موجود أحمد بن طولون هختاره. أي من الولاة لم ينشأ عاصمة جديدة لمصر؟ عبد العزيز عمل حلوان، محمد بن طارق العسكر، أحمد بن طولون القطائع، أبو القاسم. الولاة الذين تولوا حكم مصر لكن أقاموا في بغداد دار الخلافة كانوا من العنصر التركي، وأنا مغمض سياسة الإقطاع. اشترك عمرو بن العاص بأعمال هندسية مرتبطة ب إيه الأعمال الهندسية المرتبطة بإيه؟ مرتبطة طبعًا وأنا مغمض أعمال الهندسية إعادة حفر خليج طرجان. افتقدت شروط صلح الإسكندرية ميزة كان الرومان قد حصلوا عليها، قلناها وإحنا بنشرح، قلنا حق التملك. ما أثر الارتباط بين مدد عمر بن الخطاب وفتح مصر؟ طبعا أثر ارتباط نفسي، ونجح في فتح مصر بصيغة العامل النفسي. قال له أنت معاك 4000 بني آدم بس كل واحد منهم ب1000. طيب كده يا أولاد إحنا لمينا كل الأجزاء اللي خاصة بمراجعة شهر مارس، كله بقى قصاد حضرتك، وراجع واجباتك وراجع محاضراتك. محاضرة زي دي تكفي مع مذاكرة حضرتك معانا طول الشهر، إن بأمر الله سبحانه وتعالى تبقى زي الفل. بأمر الله سبحانه وتعالى مش هسيبكم وحوش سنة تانية معاكم وفي ظهركم أخوكم أحمد حسين لحد ما تحققوا حلمكم. ادعوا عليا وقولوا اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت فيسره لي عند حاجتي. وحوش أبطال. السلام عليكم.